الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة الناس الذي يختلفون فيها كثيرا، متى يصومون ومتى يفطرون؟ أولا الإفطار عندما تغيب الشمس منها، هنا أفطر الصائم، أو عندما يقول المؤذن الله أكبر يفطر الصائم، يقول بسم الله ويتناول رطبا أو تمرا أو ماء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل رطبا أو تمرا أو يحسو حسوات من ماء، ثم يكون قد أفطر بهذا. والأصل فيه عندما يؤذن المؤذن أو تغيب الشمس، هنا أفطر الصائم شرعا، وإنما يتناول الطعام من باب الجوع الذي أصابه، ويأخذ الطعام ولا يثقل كذلك في الطعام، إنما يخفف، لأن الكبد تحتاج إلى راحة بعد الوقت الطويل لعدم الأكل فتتعب، فلذلك يتناول التمر أو الرطب أو يشرب ماء. بالنسبة إلى السحور، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السحور بركة. السحور يكون آخر الليل قبل الأذان، قبل أن يقول المؤذن الله أكبر، فإذا تسحر وأكل شيئا بسيطا يسيرا لا تتعب المعدة، ثم بعد ذلك إذا قال الله أكبر يتوقف، ولا كما يقول البعض يأكل حتى ينتهي الأذان، هذا خطأ فاحش. بعض من يقول أكل حتى ينتهي الأذان، بل أول ما تسمع ما يقول المؤذن الله أكبر تمتنع عن الطعام، إلا أن بعض أهل العلم أجازوا إذا كان في فمك طعاما أن لا تخرجه. أما إذا كان الطعام موجود في فمك ثم تأخذ لعمة أخرى أو غير ذلك، فهذا يفطر الصائم، وهذا حرام أن يفعله الإنسان، وينتبه إلى هذه المسألة وغيرها من هذه المسائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هذه الخيرية في هذه الأمة ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فضل الصيام، الصيام لا يعادله شيء إلا ما سبقته الصلاة، فالصيام عبادة لله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الصيام عبادة عظيمة فيتعبدها العبد لله تبارك وتعالى، ويمسك عما حرم الله تبارك وتعالى، كما أنه يمسك عما حرم الله تبارك وتعالى. هذا الطعام والشرب هو حلال، ولكن الرب عز وجل منعنا أن نفعل ذلك في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله تبارك وتعالى ورضا لما يحبه جل وعلا. والصيام له فرحة عظيمة عند فطره وعند لقاء ربه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم وفريضة فرضها الرب تبارك وتعالى، وفيه من الفوائد الكثيرة الإيمانية والجسمانية كما ذكر أهل العلم. على العبد في هذه الأيام أن يكون سخيا، فمن فطر صائما فله أجره، فعلى الإنسان يعني يفطر الناس بماء أو لبن أو تمر أو رطب أو غيرها من الأطعمة، وإن كانت يسيرة أن يعطي الناس والفقراء في الطرقات أو في المساجد أو إلى غير ذلك، يوزع الماء أو اللبن أو التمر أو غير ذلك من الأمور، ففيه أجر عظيم، بأنك لك أجر هذا الصائم ولا ينقص من أجر الصائم شيء. وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى وفضل من الله تبارك وتعالى، يجب التمسك بهذه السنن وهذه الفضائل العظيمة التي جاء بها الإسلام. وهذا دليل على بأن الإسلام يدل ويدللنا على كل خير، ويجعلنا مجتمع متماسك متواصل بفضل الله تبارك وتعالى، فإنما المؤمنون أقوى والمسلم أخو المسلم، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.